مين فينا ما جربش يعمل الفراخ المحشية؟ بس في شوية كان بيطلع معاهم الوصفة مش مظبوطة، يا إما الرز كان بيبقى معجن، يا إما الرز مستويش. يلا بينا هنعمل النهاردة طبق مميز جدا وهنسميه نقول إيه، طبق عزومات رمضان. هيشرفك جدا على السفرة والكل هيسألك إيه الطريقة. لو عجبك الفيديو لايك وشير، وما تنسيش برضو لايك وشير. اتفرجي على الفيديو لآخره، وإن شاء الله إن شاء الله هتحتاجيها وهتبقى وصفة سهلة جدا. يلا نقول بسم الله. بصي يا ستي، جبنا كيلو من البانيه وسبته كان متلج شويه، قطعته قطع صغيره، وهنزل عليه بنص كوبايه من البقسماط. البانيه ما فيهوش نسبه، البانيه اللي هو الصدور ما فيهوش نسبه دهون. حطيت عليه مكعبين من الزبده. انزلي بقى ببهاراتك، معلقه من الملح، معلقه من الفلفل، عندك رشه بسيطه من القرفه، وعندك معلقه كبيره من البهارات السبعه المشكله. اضربي كويس جدا كده لغايه ما تحسي ان القوام بقى في ايدك زي العجين. شيلي بقى شمعي في التلاجة. يلا نعمل الحشو. معلقتين من السكر هنكرملهم كويس بالشكل ده، بس اوعي تحرقيه. بعدين هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة. قلبي يا ست الكل، وبعدين انزلي عليهم ببصلاية كبيرة مفرومة ناعم. ما تفتكريش في الاول ان هي كده دبلت، لا ده لون الكرمله. قلبي شويه حلوين. بعدين عندي شويه من القوانص هنشوحها الاول كده لان هي بتاخد تسويه قبل الكبد. بعدين هننزل عليهم الكبد. قلب كده كله مع بعضه لغايه ما يديكي اللون البني الحلو ده. عندي 4 كوبايات من الرز مغسول كويس. هننزل علينا برضو بنفس بهاراتنا ومع اضافه ورق اللورة. هنا كل ما بتقلبي كويس كل ما الرز بيبقى مفلفل معاكي. نزلت عليهم ب4 كوبايات من المية المغلية، سبتهم يغلوا كويس وعلى نار هادية وطيت. بصوا بقى، جبت هنا بقى عشان نعمل التشكيلة بتاعتنا. هنعمل كورة كده من الفراخ وهنبتدي نفردها على كيسين بالشكل ده. هنعملها دايرة تبقى سمكها رفيع اهو. بصوا رفيعة. هنجيب بقى بولة كده ونسكن فيها الأول كيسة، وبعدين هننزل عليها بالبانيه اللي أنا لسه فرداه. الكيس هيسهلك ان انتي تنزلي في البولة كده، سكني وما تقلقيش. بصوا حلوة قوي. وزعي بالشكل ده. املي بقى يا ست الكل بالشكل ده الرز زي ما انتي عايزة. اوريدي الرز مستوي خالص، وما تخافيش مش هيعلى معاك، هو مستوي ما فيهوش اي مشكلة. متخيلين الرز مستوي مع مكرمل كده وطعم لذيذ جدا. قفلي كويس قوي من تحت كده. سهلة قوي كده خلصت. انا هنا كورت بالظبط على عدد الاشخاص اللي عندي، عملوا لي بالظبط 9 اهو. هنبتدي بقى نجيب كده صاج دهنة حلوة من الزيت وندخله الفرن نص ساعة على درجة حرارة عالية لغاية ما تدينا اللون الذهبي من تحت، هو ده. بعدين نخرجها وندهنها بقى دهنة حلوة كده بأي حاجة. هنا صلصة وزبادي ورشة ملح ورشة فلفل وشوية من الزيت، وتطلع معاكي كده بالهنا والشفا مقدما. باي باي.